حرس الحدود بيحاول التدعيم في الفترة ديت علشان الأمور ترجع زي ما متعودين. اسم حرس الحدود دايما بنشوفه في الدوري المصري متميز. معانا على التليفون كابتن أبو طالب العسوي المدير الفني لحرس الحدود. كابتن أبو طالب أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا استاذ عادل، ازي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه يا فندم؟ خير والله، ربنا يكرمك. كله تمام؟ تحياتي لحضرتك كل الساده المشاهدين الاعزاء. مع حضرتك إبراهيم فايق يا فندم. يا استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ تمام يا فندم زي الفل الحمد لله. طيب خليني اسال حضرتك عن انضمام اسامه حسني لصفوف حرس الحدود، وبترى الصفقه دي من وجهه نظرك يعني بتمثل دعم قد ايه للمركز ده، مركز الهجوم تحديدا؟ والله يعني هو موضوع اسامه طبعا انا بشكر اداره النادي وبشكر سياده اللي هو مشهور مدير الكوره، لان هو ادار الموضوع بخبره كبيره وتم التوقيع اللاعب بالامس. فعلا اسامه من اللعيبه الكويسه طبعا، ومن اللعيبه اللي كان عندها حس التهديف، ولعيب طبعا من اللعيبه المحترمه سواء على المستوى المحلي كالنادي الاهلي وتاريخه، ولعب برضه منتخب مصر وخبره كبيره، وهو على الجون اسامه كويس طبعا. والفتره دي قلنا محتاجين حد خبره. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يبقى اضافه لينا. هتجهزوه في قد ايه اسامه؟ لا اسامه اصلي من النوع اللي هو جسمه اعتقد ما بيزيدش يعني كده، يعني في فتره بسيطه هو اعتقد ان هو كان شغال ومش مريح يعني فتره كبيره، فهنعمل له برنامج مكثف شويه، ممكن خلال باذن الله اسبوع يرجع ان شاء الله. جمال حمزه الحمد لله خلاص هو اللي اتسجل وطريقته موجود معانا ان شاء الله في المباراه بكره في قائمه المباراه باذن الله. ابو السعود موقفكم ايه منه؟ انسحبتوا من الصفقه ولا لسه مكملين فيها؟ لا ابو السعود موضوع اتقفل من فتره لان هو ما كانش فيه التزام من ناحيته. احنا طبعا فريق حرس الحدود فريق كبير، فريق محترم باداره محترمه جدا، فبرضه اما كان داير الموضوع برضه خبره وبحنكه الشكل هو مشهور، فحسينا ان هو ابو السعود مش جدي في كلامه او كلامه رايح جاي كده، فاحنا طبعا قفلنا الموضوع وخلاص يعني. تمام. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ابو طالب العسوي المدير الفني لحرس الحدود. اكد انه ما يتعلق بمحمود ابو السعود